الرعب يقترب، وحلم التتويج بالكأس بات مشكوكا فيه وسط منافسة تزداد تعقيدا. كيف لمنتخب مغربي يضم لاعبين في أعلى المستويات الأوروبية أن يعاني أمام فرق متواضعة؟ التأهل إلى ربع النهائي جاء بشق الأنفس بفضل مجهود فردي من إبراهيم دياز، هدف أنقذ النتيجة أكثر مما عكس تفوقا جماعيا. فهل يعقل أن يبنى مشروع التتويج على ومضات فردية فقط؟ المعاناة في الشوط الأول أصبحت عادة، لا أهداف، لا حلول جماعية، ولا جمل تكتيكية واضحة، فقط اجتهادات فردية من ديازة، حكيمي أو الزلزولي. الدفاع بدوره لم يكن أفضل حالا، ارتباك أكرد ومزراوي، وخطأ ماسينا الذي كاد أن يجر المغرب إلى إقصاء مؤلم كما تونس، يطرح علامات استفهام حول التركيز والانضباط واختيارات المدرب. الآن المغرب أمام اختبار أصعب ضد الكاميرون، منتخب منظم وشرس لا يترك مجالا للأخطاء. وإذا كان الأداء مهتزا أمام تنزانيا ومالي، فكيف سيكون أمام خصم أكثر صلابة؟ حيث لا مكان للأخطاء ولا مجال للاعتماد على الحظ أو الحلول الفردية فقط. ويبقى السؤال المهم: هل سيتحقق حلم الجمهور بالكأس الذي طال انتظاره؟